الكلام من هنا. الطبيعي ان احنا نبقى ناس كده لينه وسهله ونساعد الناس ونعمل ده بحب، وما نكونش متضايقين ان احنا بنقدم لاي حد اي مساعده. ده الطبيعي. والطبيعي ان اللي قدامنا يقدر احساسنا ده ويقدر محاولتنا الشديده ان احنا نساعده، وكمان نقدم له اي مساعده ممكنه. اي حاجه نقدر نعملها بنعملها له. لكن اللي مش طبيعي ان احنا نبقى مبالغين في العطاء وبندي كتير قوي اكتر من اللازم. ومش من الطبيعي كمان ان اللي قدامنا يتعود على كده ويحس ان ده حق مكتسب ليه، وان انت لو ما عملتش الحاجه دي يبقى انت اللي وحش، وان انت اللي خلاص اتغيرت، وان انت ما بقتش تعمل كل الحاجات اللي المفروض تسعد الطرف التاني ده. في كل علاقه هنلاقي شخص بيدي كتير قوي قوي وشخص بياخد بس، وخلاص كمان اتعود ان هو ياخد وبس. ولما تطلب منه ان هو يعمل في المقابل يقول لك ايه ده؟ هو انا المفروض اعمل ايه اكتر من اللي انا بعمله؟ اللي انت بتعمله ده فرض عليه، واللي انت بتعمله ده هو الطبيعي. وكل الناس بتعمل كده، مش انت بس. اكيد كلنا سمعنا من بعض الاشخاص في بعض المواقف الجمل دي، واكيد برضو اثرت في نفسيتنا وخلتنا نحس قد ايه ان كل اللي بنديه ده مش متقدر، وقد ايه ان كله رايح في الارض، وان اللي قدامنا مش حاسس خالص باللي احنا بنعمله. عشان كده في بعض الاحيان مفروض ان احنا ما نبقاش طيبين اكتر من اللازم. في مثل كده بيقول لا تكن لطيفا اكثر من اللازم. لان الناس لما بتشوف شخص لطيف بالشكل ده للاسف الشديد بتستغله اكتر واكتر، مع ان المفروض العكس، يقدروا ان هو شخص لطيف بالشكل ده ويشيلوا جميلهم كمان اللي بيعملوا على راسهم. لكن ده مش طبيعه البشر للاسف الشديد. طبيعه البشر ان هم ياخدوا بس ما يدوش. انا مش بتكلم عن كل الناس طبعا، لان في ناس احسن من كده بكتير، وفي ناس بتقدر جدا وبتشيل على راسها الشخص اللي بيقدم لها اي مساعده. بس هنرجع ونقول دول مش كل البشر، جزء منهم كويس وثلاث اجزاء منهم لا مش كويسين. ودي مش مبالغه، لا ده طبيعه العصر اللي احنا عايشين فيه للاسف دلوقتي هي كده. طيب ايه المطلوب؟ هل المطلوب ان احنا نتوقف تماما عن مساعده الناس؟ لا اطلاقا. نفضل زي ما احنا بقلبنا الطيب النضيف كده ونفضل نديلهم ونساعدهم. لكن في بعض الاحيان لازم نتعود نقول لا. انا عندي وقت خاص بيا لازم استعمله لنفسي انا، محدش يقدر ياخد مني الموضوع ده. ولو حد طلب مني حاجه في الوقت اللي انا بكون فيه مشغوله فيه ومش قادره اديله الحاجه دي، بطلب منه انه يستنى شويه. مش مقدر ومش عايز يستنى، هو حر. بس في الوقت ده لازم اكون حازمه جدا واقول لا، انا مش هقدر اعمل الحاجه دي دلوقتي، لكن هعملها لكن كمان شويه. مش طبيعي ابدا ان انت تيجي على احتياجاتك عشان خاطر حد تاني. نساعد لكن في الوقت اللي يناسبنا احنا، مش اللي يناسب بس الشخص اللي قدامنا وان هو طول الوقت عاوز ياخد وبس. مثال لكده، مثلا لما حد يجي يطلب من حد من اصدقائه انه يوصله مشوار بالعربيه بتاعته، الطبيعي لو الشخص ده فاضي بيقول له اوكي وبيوصله وبيعمله كل اللي هو عاوزه وبيرضيه. لكن في بعض الاحيان لما يجي الشخص ده يطلب من صاحبه ان هو يوصله، يكون صاحبه ده مشغول عنده حاجه مهمه جدا لازم هو يعملها لنفسه، نلاقي الشخص اللي بيطلب ده يقول له لا طبعا انا اللي دلوقتي تعملي اللي انا عايزاه الاول، توديني مشواري وبعد كده تبقى تفضل اللي انت بتعمله. الشخص اللطيف اكتر من اللازم بيعمل كده، بيتنازل عن رغباته وعن وقته وعن حاجته هو عشان يرضي الناس اللي حواليه. وده غلط شديد جدا، لان انت ضريت نفسك. زي ما بقول نساعد لكن في الوقت اللي يناسبنا، لكن لما يكون الوقت مش مناسب بالنسبه لنا بنعتذر للشخص ده ونكون حازمين جدا ان احنا مش هنقدر نعمل الحاجه دي في الوقت ده، لكن لو استنيت شويه ولو تقدر تستنى هعملها لك بمنتهى النفس الراضيه. الطيبه الشديده دي بتوجد بقى في الطرف التاني الشخص الاستغلالي، الشخص اللي بيستغلك وبيمتص طاقتك لحد اخر نقطه فيها وبدون ما يرمش له جفن كده. يعني هو عاوز حاجه هتعملها وهتعملها غصب عنك وفي الوقت اللي هو عاوزه فيها مش اللي انت عاوزه. حتى لو اعتذرت باسلوب شيك ولطيف لا ما بيقبلش الاعتذار وبيفضل يزن لحد ما ياخد الحاجه اللي هو عاوزها. ليه؟ لانه اتعود ان انت عمرك ما هترفض، وان انت اي حاجه ليك هتبقى مؤجله واحتياجاته هي اللي هتبقى توب بريوريتي. اول حاجه هياخد اللي هو عاوزه هينفذه، وانت اللي هتركن على جنب شويه باحتياجاتك دي بقى، مش وقتك خالص دلوقتي. نفس المثال ده ينطبق على اي حد في الشغل. لو لاحظنا الناس اللي حوالينا هتلاقي في شخص دايما طيب ودايما بيساعد كل الناس اللي حواليه لما يطلبوا منه حاجه في الشغل يعملها لهم. وهتلاقي الشخص المستغل اللي عارف نقطه الضعف في الشخص ده ان هو طيب وبيحب يساعد، وتلاقيه بيستغله لاقصى درجه ويوصل بيه بجاحه ان هو لما الشخص التاني ده يرفض مساعدته في وقت معين لان هو عنده شغل خاص بيه لازم يخلص، تلاقيه يثور بقى ويبتدي يزعق
ويتهموا اتهامات تانية ان هو شخص اناني وان هو ما بيحبش يساعده، مع ان كل الصفات دي موجودة فيه هو، لكن هو بيلزقها فيه كطريقة للاسقاط يعني. ونلاقي ان الطرف التاني الطيوب ده ابتدى يحس بالذنب. ايه ده، هو انا جرحته، هو انا ضايقته، هو انا كان المفروض اسيب كل اللي ورايا عشان اعمل له اللي هو عاوزه؟ انا كان المفروض اعمل كده. لا، انت مش المفروض تعمل كده. انت المفروض احتياجاتك انت وشغلك واهتماماتك هي اللي تبقى في الاول، واي حاجه تيجي بعد كده زي ما انا قلت نساعد وندي بحب وباحترام، لكن في حدود طاقتنا، ما نجيش على نفسنا عشان خاطر اي حد تاني. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واي كلام قلته دلوقتي ساعد اي حد فيكم، او حطه بس كده على اول الطريق اللي كان مش شايفه ومش عارف يمشي عليه ازاي. واستنوني في الحلقه الجايه من كلام الهام، وجايه لكم موضوع جديد.